ازاي تعدي بطفلك يومين الحر الشديد دول بامان من غير ما يتعب منك؟ هقولك على شوية خطوات لو اتبعتيهم فانت هتخرجي بطفلك بكل امان من الفترة دي. وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموا المحتوى باللايك والشير، عرفوا غيركم المعلومة وشاركونا في ثواب نشر العلم. ولو اول مرة تشوفوني فانا دكتور حسام وبقدم محتوى طبي خاص بطب الاطفال. اعملوا اشتراك او اعملوا متابعة على حسب بتتابعونا منين. يلا بينا. الخطوة الأولى حمي طفلك من مرة لمرتين كل يوم. عايز أقولك إن الحموم مهم جدا لأنه بيخلص الجسم من الميكروبات والأوساخ اللي بتتراكم على الجلد، واللي ممكن لا قدر الله تكون مصدر عدوى بالنسبة لطفلك. وعلى عكس ما ناس كتير لسه معتقدة إن الحموم ممكن يتعب، الحموم ده بيحمي طفلك جدا من التعب. ولو طفلك تعبان برضه حميه. رقم اتنين، خففي ملابس طفلك أرجوكي حتى لو الطفل ده لسه مولود. حاولي تلبسيه ملابس قطنية خفيفة، ما تعملوش حمونيل. والحاجة التانية، لبسيه ملابس ألوانها فاتحة، بلاش الألوان الغامقة زي الأسود لأنه بيمتص الحرارة والضوء. رقم 3، شربي طفلك مية كويس جدا. لازم تعرضي مية على طفلك من وقت للتاني. طفلك ممكن يكون عطشان وملهي في اللعب وحضرتك أصلا مش مهتمة وما تعرفيش. لازم كل شوية تسأليه. أما لو طفلك أقل من 4 شهور لازم ترضعيه كويس، رضعي بزيادة. بالنسبة لك كأم لازم تشربي مية كتير، اشربي سوائل على قد ما تقدري. رقم 4، بلاش تطلعي طفلك في شمس اليومين دول اللي هي الفترة تقريبا من 10 أو 11 ل 2 3، لأن ببساطة طفلك جلده حساس جدا وممكن الشمس الشديدة دي تأذي الجلد بتاع طفلك. رقم 5، يا ريت تغيري البامبرز بتاع طفلك كل ساعتين أو 3 ساعات، لأن ببساطة تراكم البول أو البراز في البامبرز ده مع الحر والعرق ممكن يعمل لطفلك التهابات في مكان الحفاض. واهتمي بإنك تستخدمي كريم حفاض يحمي طفلك من الالتهابات زي الكريمات اللي فيها أكسيد الزنك. رقم 6، لازم تعرفي إن حر اليومين دول ممكن يدخل الطفل في جفاف، فلازم تبقي عارفة كويس جدا ايه علامات الجفاف اللي ممكن تشوفيها على طفلك. رقم 1، ان طفلك يكون ملهوف بشكل كبير على المية وبيشرب بشراهة جدا. رقم 2، نقص البول بتاع طفلك وان لونه يكون غامق جدا. رقم 3، عيون الطفل كده ممكن تكون غائرة او داخلة لجوه ودي بنقول عليها sunken eyes. رقم 4، دموع الطفل مع البكا بتبقى قليلة عن الطبيعي. رقم 5، لو طفلك لسه صغير وفتحة اليافوخ لسه موجودة بتلاقي الجلد اللي فوق فتحة اليافوخ ده نازل لجوه، تحس كده الحتة دي خافسة لجوه. رقم 6، تبصي على الطفل تلاقي عنده توتر وقلق غير الطبيعي بتاعه، عمال يعيط كده ومش على بعضه. وطبعا لو شفت العلامات دي فلازم تروحي بطفلك لدكتور الأطفال، ولازم تدي طفلك محلول الجفاف. وبس كده، ما توقفوش المعلومة عندكم وعرفوا غيركم بيها. سلام.